اخوان والاخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى. بغيت غير نوضح واحد المعلومه على شي مدربين عندهم صفحات في الفيسبوك تيشرحوا معلومات ديال تعليم السياقه، يشكرون على المجهود، ولكن كاينين اخطاء. مثلا واحد السيده صراحه ما عرفت سميتها، غير شفت فيديو ديالها صدفه كتقول بانه المراحل باش ديماري طوموبيل، كتقول بانه اول مرحله خصك تضغط على اللومبرياج، هو الاول عاد ديماري. ما كاين لاش، معلومه غلطه. ماشي ضروري نورك على اللومبرياج باش نديماري. ملي سولتها في التعليقات قالت لي كاينين بعض الطوموبيلات اللي خصك تورك على اللومبرياج. قلت لها ايوا خصك توري للناس وتقول لهم راه كاينين بعض الطوموبيلات، ماشي الكل، ماشي كل الطوموبيلات. قول للناس في الفيديو راه غير بعض الطوموبيلات خصك تورك على اللومبرياج باش ديماري، ماشي كلشي طوموبيلات. ها واحد الخطا. الخطا واحد اخر، شفت واحد السيد قال لي راه شفت واحد المعلومه عند واحد السيد كيشرح في الفيسبوك. قلت ليه شنو هي ديك المعلومه؟ قال لي راه تيهضر على شي ضواو ديال القدام، هذوك الضواو اللي راه كديماري كيشعلوا اوتوماتيكمون. قال لي داك السيد، راه داك السيد كيشرح تيقول بانه هذوك الضواو سميتهم اضواء النهار. كيفاش اضواء النهار؟ كيفاش اضواء النهار؟ واخا هذوك الضواو واش كيطفاو اوتوماتيكمون في الليل؟ ما يمكنش، يعني كيبقاو في الليل. دوك الضواو غير كنديماري اوتوماتيكمون تيشعلوا سواء النهار سواء الليل. اذا ما دام ما تيشعلوا حتى في الليل، اذا ماشي سميتهم اضواء النهار، لا ماشي اضواء النهار. يعني الا هما اضواء النهار راه غادي يطفاو اوتوماتيكمون في الليل، اذا هادو ماشي اضواء النهار. يعني غير شي معلومات. هادو الناس اللي تيشرحوا قانون السير في الفيسبوك راه يشكرون على المجهودات، ولكن كاينين اخطاء. خص على الاقل الا بغيت نشرح شي حاجه نقول للناس راه ممكن نكون غلط ممكن نكون صح، ماشي تنأكد على المعلومه وفي الاخر كتخرج بانها راه غلطه. المهم نتمنى من الاخوان اي معلومه لقاوها في الفيسبوك مثلا تيشكوا فيها، ما فيها باس يسولوا الناس اللي عندهم تجربه والناس اللي عندهم يعني عارفين بزاف في هذا المجال هذا باش يستافدوا اكثر، لانه هما تتسناهم الامتحان. اما هذا اللي كيشرح في الفيسبوك مثلا هو غير مدرب، هو عنده البيرميات ديالو، مدرب خدام سامارش، ولكن انت او انت كيتبعك الامتحان ما تسمعش المعلومه وتيقها مباشره، خصك تقلب عليها هنا وهنا وهنا باش تجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات. توفيق للجميع.